السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم ان شاء الله بقسماط باذن الله هيعجبكم من رضاكم. انا هنا حطيت كوبايه دقيق وده تاني كوبايه، تمام، بنفس المعيار دي. انا عايزه نص كيلو دقيق، تمام، او 3 كوبايات دقيق. دقيق يكون يعني بتاع خبيز، بتاع حلويات، عشان يديكم يدي معاكم نتيجه كويسه. تمام اهو. هي انا الكوبايه عندي ديت، اخدت 3 كوبايات ونص. بالمعيار الكوبايه دي 3 كوبايات دقيق، 3 ونص لان هو نص كيلو، تمام. يعني انا اخدت نص كيلو دقيق، نخلته زي ما انتم شايفين كده. هنزل بمعلقه خميره. انا طبعا الخميره بتاعتي يعني مجرباها قبل كده وعارفه ان هي كويسه معايا، فانت عشان تختبر الخميره ممكن تحطي معلقه سكر مع معلقه خميره وتدوبيهم مع شويه ميه دافيين وتعجني بيها وتسيبها لما تفور الاول. بعد كده تعجني بقى اول ما تلاقيها عملت معاك فقاعات ورفعت معاكي. انا دلوقتي حطيت معلقه خميره على نص كيلو دقيق. هحط رشه ملح، احط المواد الجافه كلها مع بعض، احط معلقه سكر، تمام. حطيت هنا الكوبايه دي يعني كوبايه الا ربع زيت، تمام، مع معلقه سمنه، عشان السمنه يخلي البقسماطه معاكي يعني مش جامده قوي ولا ناشفه معاكي، لا كده تقطميها كده تبقى ناعمه ودايبه ببقك، تمام. ابسه مع نفسه كده لغايه ما الدقيق يتشرب السمنه بالزيت كده. افضل ابس فيه كده لغايه ما كل ده كده يتجلس مع بعضه ويشرب، وابس الدقيق خالص اخليه يبقى ايه، يشرب السمنه مع الزيت. انا هنا خلاص بسيته اهو زي ما انتم شايفين. بصوا هتلاقوه بيبقى عامل معاكم زي الرمل المبلوله كده، تمام. بعد ما بسيته خالص هعيد معاكم تاني المقادير وانا بعجن معاكم كده. حطيت معلقه سكر ومعلقه خميره. الخميره بتاعتك شكه فيها، تمام. امسكيها حطيها في كوبايه، حطي معلقه سكر مع معلقه الخميره ودوبها بشويه ميه من الحنفيه فاترين كده، تمام. واول ما تلاقيها رفعت معاكي وعملت فقاعات اشتغلي بيها على طول، هتلاقيها معاكي حلوه وناجحه، تمام. انا عشان عارفه الخميره بتاعتي فانا ايه استخدمت المواد الجافه كلها فوق بعضها ورشه ملح، يعني معلقه سكر معلقه خميره رشه ملح، تمام. ونص على نص كيلو دقيق، وكوبايه الا ربع زيت مع معلقه سمنه، تمام. وهعجن بقى أنا دلوقتي بنفس الكوبايه اللي انا عايرتي بيها الدقيق، هي اللي باخد بيها مليتها ميه وبعجن بيها واحده واحده لغايه ما هشوف هتاخد معايا الدقيق هياخد معايا ميه قد ايه. خدت معايا كوبايه الا ربع، كوبايه سوري وربع ميه، تمام. آه بيرجع لنوع الدقيق اولا ولا اخيرا، بيرجع لنوع الدقيق. انا عندي الدقيق ده بسم الله ما شاء الله طلع حلو، ما اخدش معايا ميه كتير. اهم حاجه توصلوا للملمس ده، يعني انت حطي سواء دقيق عندك بياخد ميه او ما بياخدش ميه كتير، اهم حاجه تكوني نازله بالميه تدريجيا واحده مع واحده لغايه ما توصلي للملمس بتاع العجينه ده، اللي هي تبقى عجينه مش ملزقه. بصي انا ايديا ولا شلتها ولا عملتها، هي نظفت نفسها، العجينه نظفت نفسها بنفسها جوه الطبق، لمت نفسها بنفسها جوه الطبق. وزي ما انتم شايفينها طريه وجميله كده، وان شاء الله تبقى عجينه ناجحه معاكم. هسيبها بقى بس في قلب الطبق لغايه ما اجهز بقيه الحاجات اللي انا هشتغل بيها واقول لكم هنعمل ايه مع بعض، تمام. خلاص انا كده حطيت العجينه على جنب. هنا بقى عندي طبقين وعندي سمسم وعندي حبه البركه، ده اختياري. حبه البركه اللي عايز يحط حبه البركه يحط، اللي عايز يحط سمسم يحط، تمام. انا هنا ابتدي بالسمسم. هحط كده 3 معالق اهمت، وهنزل عليهم شويه ميه كده، هعملهم كده. تمام كده. دول كده هخليهم كده مع بعض لوحدهم. خلاص كده هاجي جايبه الطبق التاني، نازله بمعلقه حبه البركه عشان انا عندي ما بيحبوش حبه البركه قوي، تمام. هنزل برضو بمعلقه ميه وهاجي عامله كده. خلاص بس كده، خلاص كده انا خلصت الحاجات اللي هشتغل بيها اهم الطبقين اللي انا هشتغل بيهم. هشيل بقى بقيه المقادير بتاعتي على جنب ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا حبايبي، انا هنا المفرش طبعا عشان ما يلزقش فيه دوبك سنه بعمل بيها بس المفرش كده، وباجي جايه ماسكه العجينه حطاها قدامي كده، تمام اهي، وهاجي جايه بالقطاعه واخده كده اهي،
عشان بس اوسع لكم، هشيلها مؤقتا عشان بس تشوفوني وانا بشتغل. تاخدي ترفعي على قد ما تقدري الصباع البقسماط معاكي على قد ما تقدري. بصي مش عايزاكي تطوليه عشان تقدري تتحكمي فيه وانت بتحطيه حبة البركة والبتاع ده والسمسم. تمام، اشتغلي كده اهو. مش هاجي جايبه بقى هنا طبق السمسم كده اهو قدامكم اهو، واعمل كده. تمام، تاخدي كده على المفرش يقوم يلزق معاكي. تيجي جايه بقى كده، كل ما تخلي صباع صغنن كل ما ايه يبقى معاكي احسن وما يلمش معاكي في الصينيه. هجيب بقى الصينيه بس يا دوبك حاطه نقطه ومسحها بحته منديل كده، وجايبه منديل وماسكه الصينيه مسحها بس عشان خاطر ما يلزقش فيها البقسماط. تيجي جايه كده اهو حتى كده، خلي كل بين صباع وصباع مسافه. تمام، هعمل كمان حته معاكم اهي العجينه برضو زي ما انتم شايفين، ادي واخده كده. طبعا انا عشان بس ايه التصوير، لكن انتوا تحطوها قدامكم وتشتغلوا تقطعوا منها كده زي ما انا مقطعه اهي. اشيلها تاني واجي جايه كده اهي، تعملي كده اهي. عايزه اقول لكم كيلو البقسماط غالي بره، نص كيلو دقيق هتشوفوا هيعمل معانا كميه قد ايه، وما استهلكناش فيه اي حاجه ولا اي حاجه خالص. اجيب نعمل حبه ولا خلينا نكمل الصينيه كلها سمسم ونعمل مره تانية حبه البركه اهو. هنعمل كده اهو اهو كده اهو. تاخديها لفه بس كده بحيث ان هو يمسك فيها، وتيجي جايه ديت ممكن تعمل معايا اتنين هنشوف. كده ناخد من الحرف كده اهي، الحتت اللي بتطلع من الحروف دي انا ما برميهاش، بلمها وباخدها صباع. هاجي جايه بردك في الصينيه اهو زي ما انتم شايفين كده اهو بالطريقه دي. هعمل كمان واحده معاكم وبعد كده انا هكمل مع نفسي اهو. كل ما تخلي العجينه قدامك هتشتغلي بيها كويس اهي اهي. تمام اهو. دي جايه كده برضو اهو. انا يا دوبك كل ما تحس ان لقيت المفرش بيلزق معاكي او الرخامه بتلزق معاكي، هي مش هتلزق معاكي، بس انا عشان عندي المفرش بلاستيك فعشان كده انا بنسمه نقطه دقيق بحيث ان انا اعمله بس خشانه كده. تمام اهو اهو. تاخدي لفه برضو كده اهو. كل ما ترفعي الصباع كل ما يطلع معاكي حلو ومش هيطلع معاكي تخين ولا حاجه اهو. ديت هتعمل معايا 3، ادي 1 ادي 2 3 اهو. برضو هتيجي جايه كده في الصينيه اهو كده اهو اهو. خلاص انا بقى هكمل وهوريكم انا هيطلع معايا الكميه قد ايه. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، ترفعوا على قد ما تقدروا عشان انا اول صينيه ما كنتش مرفعه كويس، طلعت معايا تخينه شويه. بس انا عملت الصينيه دي ادي كده صينيتين، وادي الثالثه اهيت، وفي واحده في الفرن ولسه معايا يعمل حوالي 3 ثواني تاني. اهم حاجه انا عايزه اوريكم السمك اللي انتوا تشتغلوا عليه يبقى رفيع كده. كل ما يبقى معاكم رفيع كل ما يديكم صباع احلى. انا باجي جايه كده اهو عامله كده، بقسم كده بخلي المستوى ده اهي المستوى ده. تمام، انا خلاص عملت بالسمسم. هعمل زي معاكم حبه البركه اهوت كده برضو اهو اهو اهو. تمام، جايه احط الطبق على جنب واعمل كده دي الصينيه. هاجي جايبه الصينيه دي كده بردك منسماها بالزيت. تمام، هاجي جايه بردك حاطه كده في قلب الصينيه نفس الطريقه اهو. ترفعي على قد ما تقدري اهو اهو. انا بس عشان اوسع لنفسي عشان اعرف الفها معاكم على الرخام اهو. جايه في قلب الصينيه واخده كده. بصوا الصباع رفيع ازاي، لما هيخمر قبل ما تيجي تدخليه الفرن هتبصي تلاقيه عطاكي الرفع السمكه اللي انت عايزاها. تمام اهو.
كده بالطريقه دي بنفس ما تقوليش ان هو رفيع هيتحرق، لا هو لما هيخمر هيديك الصباع اللي انت عايزاه. نفس الكلام انا مقطعه اهو. بصوا هعمل اخر صباع، اخر لفه معاكم دي، وانا هكمل بقى مع نفسي ونشوفه بقى ايه لما يطلع من الفرن وهو مستوي. اهو اهو اهو. انت بس تحاولي تخلي ايدك متثبطه وانت بتلفي العجينه عشان ما تبقاش معاكي حته. عايزه انت، انا بطول كده عشان انا عارفه شغاله انت عايزه تعملي عجينه اصغر من دي عشان يبقى انت لسه اول مره تستخدمي، هيطلع معاكي تصغري العجينه تخلي نصها. تمام. انا جايه هنا كده اهو اهو، بسيب حوالي 5 صوابع واجي قطعه. نفس الكلام اهو. تمام. واجي جايه برضه هعملهم كده قصاد بعض كده، واخد دي اهي، اظبط بقى بايدي كده، واخد من حته من الاطراف كده عشان الاطراف دي ما تتحرقش معايا. وبرضك نفس الكلام حبه البركه اهي كده اهي اهي، تطلع معاكي طويله تقطعي اهي، تاخدي الاطراف كده اهو، اخد احطه في الصينيه كده اهو. اخر صبعين انا قطعتهم من الرول اللي انا كنت عاملاه، برضك هكمله. ادي ايه انا بقى مكمله مع نفسي، بس اوريكم اللي انا خلصت ايه الرول اللي انا كنت عاملاه اهو. خلاص هحطهم بقى في الصينيه وهخلص ونشوفهم في الاخر. بصوا حبايبي اهو الكميه اهي اللي طلعت معايا. بصوا البقسماطه، بصوا البقسماطه عامله ازاي جميله وناعمه. اللي بالبتنسل اللي هو بالقصدي بالحبه البركه اهوت، اللي عايز يعمل بحبه البركه، واللي بالسمسم اهوت. ممكن تصغروا الصباع اكتر احسن، يعني اصغر من كده كمان زي ما انتوا عايزين اهو. 3 كوبايات دي بص عملت معايا كميه قد ايه. طعمه جميل وطعمه احلى من اللي بيجي من الفرن كمان، وسهل جدا. اعملوا الطريقه زي ما انا عملتها كده وان شاء الله هيطلع معاكم كويس وناجح باذن الرحمن. ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وان شاء الله يوصلكم كل جديد مني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.